السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم على قناتنا أولينا سبورت. نتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، ونتمنى دعمنا بالاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديد فيديوهاتنا، وشكرا جزيلا مسبقا. في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لا ليغا، يستقبل فريق إسبانيول بقيادة الثلاثي المغربي وليد شديرة، عمر صديق، وعمر الهلالي نظيره فريق ريال مدريد متصدر الدوري بقيادة نجمه المغربي المتميز إبراهيم دياز، وذلك يوم السبت فاتح فبراير على الساعة 9 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، على الساعة 10 بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، على الساعة 11 بتوقيت السعودية وقطر، وفي منتصف الليل إن شاء الله بتوقيت الإمارات. وسيتم نقلها باذن الله على قنوات بين سبورت اتش دي 3. اما بالنسبه لترتيب الهدافين فان ليفاندوفسكي لاعب برشلونه في المركز الاول ب 17 هدفا، يليه في المركز الثاني كيليان مبابي ب 15 هدف، والذي سيحاول الاقتراب اكثر من ليفاندوفسكي في حاله تسجيله هدف او هدفين، ولما لا ثلاثيه كما فعل في المباراه السابقه. رافينيا في المركز الثالث ب 12 هدف، وباقي الهدافين كما تشاهدون في الشاشه كفينيسيوس جينيور الذي له 8 اهداف، وجود بيلينغهام الذي له 7 اهداف. اما بالنسبه للترتيب فكما قلنا ان ريال مدريد في المركز الاول ب 49 نقطه، ثم اتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 45 نقطه، برشلونه ثالثا ب 42 نقطه، اتلتيكو بيلباو في المركز الرابع ب 40 نقطه، اما اسبانيول فهو في المركز الثامن عشر ب 20 نقطه فقط. لا تنسوا وضع تعليقاتكم بالنتيجه المتوقعه لهذه المباراه، وبالتوفيق للنجوم المغاربه المشاركه في هذه المباراه باذن الله، والى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.